السلام عليكم، كيف الحال؟ شو أخباركم كلكم؟ الفيديو هذا صورته يوم الجمعة وهذه كان صحن فطوري اليوم الجمعة. كوباية الكابتشينو وصحن اليogurt. وبما أن اليوم جمعة فما ننسوش سورة الكهف. فيها فضل لما تقريها يوم الجمعة إن شاء الله تحفظك وتحفظ أفراد عائلتك وتحفظ جميع من حولك يا رب بالدعوات. ورب يتقبل منا جميعا يا رب الدعاء. وبعد ما قريت سورة الكهف قررت نصبي طيب، فإن شاء الله الحمد لله اليوم عشاء حيكون الكسكسي بفواكه البحر. عندي هنا الكسكسو بفواكه البحر، خديت فواكه البحر نقعت بحوالي تقريبا كوب ونص ماء مغلي. وطبعا عندي جزء في الحوش ما ياكلش من الكسكسو، فحاولت ندير معاه طاجين دجاج دبابيس محولة منهن الرجل من تحت ومحولة منهن الجلد. حطيت عليهن توم، وكما كيف ما مبين في القصعة قدامي في بطاطا وجزر وفي فلفل أحمر طويل مش حار. هناخد نقرض البصل جوانح وحطيته فوق الثوم فوق الدجاج، وتو هنا عندي نقرض في البطاطا ونقرض في الجزر حط مع التتبيلة بتاع الدجاج ورقتين لورا اللي هن ورق الغار، ونحط الصوص السحري اللي ديما نقول لكم عليه نجيب فيه من المحلات العربية، وحنحط ملعقة من البزار، وحنحط من البابريكا ملعقة في الدجاج وملعقة في الخضار، وكذلك الملح. حنتبل الدجاج والخضار وتبلت بالكاري. الكاري حطيت منه حتى هو في الدجاج، وحطيت زيت زيتون. وهنا عندي الطاجين الكبير أو صحن الفرن الكبير اللي هو بتاع الفرن. خديت وزعت الخضار، حطيت جزء الاسفناري بروحها وجزء البطاطا بروحها، وحنستف بعدها دبابيس الدجاج بالشكل اللي مبين عندكم في الصورة. وفوق منه حنحط الفلفل الكبير الأحمر اللي مش حار اللي قرضته، حنستفه فوق منه، ولما يتحمر حيعطي طعمة حلوة بكل يا بنات. طبعا عند التقديم ورق اللورة اللي أنا حطيته ياريتكم تحولوه علشان ما يجيش في فم أي واحد أو هيك ينأذى منها الطعمة بتاع ورق اللورة. هنا ستفت الفلفل الأحمر، لما يتحمر حيعطي طعمة حلوة بكل يا بنات. جربوه وحتدعوا لي إن شاء الله. هنا عنا الورق الزبدة، خديتها كرمشتها بين إيدي علشان نقدر نتحكم فيها على كبر الطاجين قبل ما نحطها في الكوشة. وتوا حناخد ورق القصدير وغلفتها كويس كويس علشان البخار يطيب البطاطا اللي قاعدة والخضار والدجاج. طبعا أنا حسيت إن الدجاج واجد، فخديت اللي فاضل من الدجاج وجوانح البصل حنحطها في كيس ونسكره كويس وندسها في الفريز عندي. طبعا هذه نعتبرها كيف الهدية. أنا جيني لما نكون مشغولة أو طالعة ماشية نتسوق أو ماشية زيارة لأمي أو أختي، فنحس فيها كأنها هدية. حنطلعها على طول نحطها في الكوشة ونحط جنبه بطاطا ونفور جنبه خضار، وتطلع أكلة الحمد لله ربي يدومها علينا نعمة. فكيف ما قلت لكم لازم نسكرها كويس علشان بنة التوابل ما تأثرش ما تطعمش في أي حاجة عندك في الفريز. وهذين الشكاير أنا الأكياس هذين نجيب فيه من أيكيا، والحمد لله بصراحة يعني نفعات، والإحكام بتاعهن كويس بكل في الغلق، وحبيت نفتحها عشان ما تاخدش مني مكان في الفريز. هنا الماء اللي أنا نقعت فيه فواكه البحر صفيته وحطيته بروحه عشان حنستخدمه. نجي توا نحضروا الصوص عبارة عن زيت زيتون في قاع طنجرة، حنقرض عليه البصل ومربعات كبار أو صغار كيف ما أنتوا تحبوا ما تفرقش لأن كله حيذوب. أنا عندي تقريبا حوالي 3 روس بصل متوسطات مع تقريبا حتى هو 5 فصوص توم مع قرن الفلفل. وهنا بعد ما ذبل شوية البصل عندي قليته حنحط عليه
مرقة الطماطم الأخضر المعصور والطماطم الحكة اللي هو الصوص المكثف. أنا عندي هنا نوعين خضار حنستخدمهن، اللي هي الكوسة والسفنيري في الكسكسو مع فواكه البحر. قرضتهم تقريض كبير بالنسبة للكسكسو والسفنيري، بالنسبة للكوسة والسفنيري قرضتهم تقريض كبير، وعلشان توني بنزين فيهن صحن الكسكسو لما يطيب. هنا بعد ما ذبل البصل حطيت حوالي طماطمتين حب مبشورات، وحطيت عليهن طماطم حكة معجون. في اللي يحب الصوص تقيل يكتر، وفي اللي يحب الصوص خفيف ما يكترش طماطم الصوص. أنا حطيت تقريبا 3 ملعق كبيرة. وتوا حنحط الملح على حسب الرغبة، كل واحد اللي يحبه مالح اللي يحبه متوسط، كل واحد حسب رغبته كيف ما هو يحب. وحنحط البزار اللي هو الكركم اللي هو العقدة الصفراء كيف ما يقولوا، حطيت ملعقة صغيرة. وعندي هنا الفلفل الأحمر الحار المطحون، حطيت تقريبا ربع ملعقة صغيرة. وحطيت كزبر مطحون نص ملعقة صغيرة، مش مكترتش منه. اللي نكتر منه اللي هو الكمون الحوت، هو تابل ليبي مش عارفة. لو ما عرفتوش يا بنات اكتبولي في التعليقات وانا نوضح لكم اكتر. كمون الحوت حطيت منه كشيك ملعقة صغيرة مليانة. وتوا نحرك ونخلي الطبيخة تتسبك عندي، يعني تختلط المكونات كلها مع بعضها وتصبح كلها متجانسة على نار هادية. نوطيها ونخليها تكتك تكتيكة بسيطة. وتو بعد ما تكتكت وتجانست حنحط أنا المية اللي صفيتها من فواكه البحر. طبعا هو طلع عندي حوالي كوبين. في الأول أنا قلت لكم كوب ونص، لكن تقريبا أنا كنت حاطة كوبين. نقعت فيهم فواكه البحر. بعدها صفيتن بعد وقت هيك صفيتن، وخديت المرقة هي اللي درت بها الصوص بتاع الكسكسو. كيف ما انكم شايفين قدامي حرك فيها وخلاص هيك حسيتها تجانست. حنغطيها ونخليها على نار هادية نين تتجانس كويس وتطلع كل الروائح الحلوة والنكهات الجميلة. بعد هيك توا نحط الخضار اللي عندي اللي هو الجزر والكوسة، حنحطها ونخليها تطيب على نار هادية يا بنات. وتوا نجيك منكم شايفين نبي نوتي الكسكسو اللي عندي. هذا كسكسو مكتوب عليه في الباكيت انه هو يجهز في 5 دقائق. هنا أنا نبي ندير حوالي 4 أكواب من الكسكسو. فالطريقة بتاعه اللي هو من غير طنجرة الكسكاس. طنجرة الكسكاس نحن اللي بيين نعرفوها اللي هي طنجرة فوق صفاي وتحت منها طنجرة عادية. هذه اللي نديروا فيها عندنا في الكسكسو المبوخ والرز المبوخ والرجدة، الأكلات اللي بيه هذه المبوخة. لكن هنا في فرنسا في البلاد بتاعي لقيت ان الكسكسو هنا ممكن بس تنقعيه بمية ساخنة وتحطي له مادة دهنية يطيب عندك ويقعد روعة بكل وما فيش اي كلاكيع. يعني الكتل هذين بتاع الكسكسو تقدر تحوليهم بالشوكة فيقعد كل حبة بحبتها يعني. فهنا برمت عليه برمة زيت زيتون او برمتين، ولان عندي 4 أكواب فبرمتين زيت زيتون، ونحاول نفكفكه بالشوكة عندي كيف ما انتو شايفين. هنا عندي 4 أكواب من الكسكسو ياخد 4 أكواب ماء دافئ. هنا حطيت عليه 4 كوبايات مية ساخنة، وحنزيد أخرى نحركه ونفكفك الكتل، وبعدين حنغطيه ونخليه على جنب. بالنسبة للفواكه البحر اللي عندي أنا حاطة كلامارا، كيس كلامارا صغير، وحاطة كيس البزوي بتاع البحر لكن من غير البزوية يعني الحشو اللي جوا بس. وحاطة في شكارة يبيعوا فيها مخلطة، هي فواكه البحر مخلطة يعني فيها الجمبري الأريدس فيها البزوية فيها الكلامارا، هي كلها مخلطة مع بعضها. فأنا حبيت نخلط هذين الثلاثة فجبتهن وهو اللي حطيتهم في الماء المغلي وخليتهن يتنقعن شوية.
هنا كيف ما انكم شايفين بعد ما كملت تفكفيك الكسكسو من بعضها وحولت التكتلات، غطيتها وخليتها على جنب لعما بعدين نوريكم شنو حندير فيه. طريقة سهلة جدا وسريعة ومسرع ما تكمليه. كيف ما مبين هنا مكتوب 5 دقائق، لكن أنا خليتها أكثر من 5 دقائق. حليته توا هنا وحتشوفوا كيف انه هو ما تخافوش منه، حيقعد متكتل شوي عادي، كله حينفك، والتكتلات هذه كلها حتنحل معاكي بالشوكة. طبعا هنا كيف ما انكم شايفين الصوص اللي انا طيبت فيه الاحمر هذا اللي فيه الخضار وفيه كمون الحوت والثوم والبصل اللي درناه مع بعضنا، حناخد منه انا شوية وحنحطه فوق الكسكسو. عندي هنا حنستعمل السمن الباريسي، حنحط منه تقريبا حوالي ملعقة، طبعا هن 4 أكواب، لو أقل حتنقصي كمية السمن. حطيت حوالي تقريبا 3 ملاعق، وهذه الرابعة، يعني كل كوب عليه ملعقة سمن. وحنحط القرفة، طبعا حتعطي طعمة للكسكسو، يعني حيقعد فايح يا بنات، فايح خيال حتقعد طعمته. والبنة يعني حتقلب الحوش كله، بنة الكسكسو مع السمن مع القرفة حتقلب الحوش كله، وحتدعولي إن شاء الله جربوها. في الناس اللي تحط زهر، أنا مرات نحط في ماء زهر ومرات لا، على حسب، في ناس تحبه ولا لا. وهنا خذيت من المرقة اللي أنا طيبتها أو الصوص، خذيت منها وحطيت فوق السمن، طبعا هي ساخنة، حتسيح السمن وتخليه يسيح ويخش جو الحبيبات بتاع الكسكسو. شفتوه تو هنا يا بنات كيف متكتل صح؟ ما تخافوش منه عادي، لما تبدو بالشوكة شوية شوية تفكوا فيه حتلقوا ايش متفكفك معاكم ومفيش اي تكتلات، ما تخافنش. هنا ما وريتكمش طبعا انا، لكن زدت كل شوية نزيد في صوص ونحرك في الكسكسو من فوق، من تحت لفوق، من تحت لفوق، لعند ما معاش يفضل معي اي تكتل. شوفوا مش قلت لكم ما تخافانش؟ الحمد لله صار منه وما صارش اي تكتل. هنا غطيته بعد ما فكفكته كله، ما خداش مني وقت يا بنات، ما تخافانش، جربنها ودعن لي. هنا غطيته وخليته على جنب، وتو نجو الصوص بتاعنا جاهز والحمد لله. حنحطه فوق منه فواكه البحر، طبعا الكوسة عندي طايبة وعندي الجزر طايب، فهنا الفواكه البحر اللي صفيتها حنحطها فوق الصوص كيف ما انتوا شايفين بالضبط. ما تنسوش يا بنات قبل ما تبدوا في أي أكل عندكم في الحوش سموا بسم الله، وخليها بنية خالصة الرب العالمين، وديما ادعوا قولوا يا رب يا رب ديمها علينا نعمة واحفظها من الزوال، ويا رب يا رب يفرج على أخواتنا في فلسطين وفي غزة يا رب. عندنا هنا نخلوه حوالي من 2 ل5 دقائق يتكتك مع بعضها ونسكروا عليه. أما طاجين البطاطا فطلع من الكوشة فايح، والبنة برضو قلب الحوش، هذا بعد ما طلع من الكوشة. وهنا حنوريكم الصحن بعد ما ايش سكبته، طبعا مبين عندنا كيف الخضرة مستفة وفوق منها الصوص، وتحطي ايش الكسكسو في الأول. والحمد لله، وربي كيف ما قلنا يا بنات ديما ندعو الدعاء هذا، ربي يدومها علينا نعمة ويحفظها من الزوال. لو عجبكم الفيديو يا بنات ما تنسونيش من اللايك والإعجاب والسبسكرايب، وشكرا للمتابعة.